صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ ده الفيديو رقم 2 تكملة لفيديو الباك باك اللي بدأناه المرة اللي فاتت. والفيديو ده هنتكلم فيه عن السويتش اللي راكب معانا جوه الشبكة واللي بينتمي لمجموعة السويتشات الاي اس 200 سيريز. طيب الاي اس 200 سيريز هي تعتبر اول كلاود مانجد سويتشز في ريي، وممكن استخدمها في العديد من السيناريوهات. ممكن استخدمها للناس اللي بتشتغل على تركيب الاي بي كاميرا، استخدمها في الفنادق، استخدمها فيلل، مطاعم، سوهو اوفيس، سمول اوفيس، هوم اوفيس. فليها استخدامات كتير جدا، او ممكن استفيد منها في حاجات كتير جدا. هي في نفس الوقت مانجد، اقدر اعمل عليها اعدادات كونفيجريشن او مانجد سويتشز، فهتلاقوها كوست افكتيف، سعرها مش عالي. طيب بالنسبة للسيريز دي الاي اس 200 بتضم 10 سويتشات، مقسمينها عندنا موديلات نون بي يو اي وموديلات بتدي بي يو اي باور للأجهزة اللي بتركب عليها. طيب بالنسبة للنون بي يو اي فاحنا عندنا تقريبا 4 موديلات: 1 2 3 4. عندنا الاي اس، اولا ري جي ار جي، اختصار ري جي اي اس اي سي سويتش او ايثرنت سويتش 205. 200 طبعا اسم السيريز، والخمسة عدد البورت الموجودة على السويتش. جي كابر، جي جيجا ايثرنت، والسي كابر. اوكي، يبقى انا عندي هنا 5 بورت جيجا ايثرنت 10 100 ألف، 8 بورت، 16 بورت، 24 بورت، وكلهم 10 100 ألف. تمام، السيريز كلها 10 100 ألف. طيب البي يو اي موديلز عندنا 6 موديلات. عندي ال 205 البي يو اي، ال 206 البي يو اي، 6 بورت بي يو اي، او 9 بورت بي يو اي، او 10 بورت بي يو اي، او 18 او 26. تمام، يبقى احنا عندنا الخمسة والثمانية وال16 وال24. وفي البي يو اي مودلز عندي الخمسة والستة بورت والتسعة بورت والعشرة بورت والتمنتاشر بورت والستة وعشرين بورت. تمام. طبعا كل تفاصيل ازاي احصل على تفاصيل السويتشات والمواصفات الفنية بتاعتها والباور بادجت بتاعتها وكل الكلام ده هنعرف ازاي نجيبه من خلال تطبيق الموبايل اللي هو ريجي ريي بمنتهى السهولة، حتى من غير ما تدخل على الويب سايت. تعالوا بقى نتكلم عن السيلينج بوينت قبل ما نشوف ازاي نشوف الكلام ده عملي على صفحة السويتش نفسها من الموبايل ابلكيشن، من الموبايل اللي في ايد حضراتكم. طيب ايه هي السويتشات بتاعتنا زي ما اتفقنا كده؟ خليني اروح انا هنا فوق كده. دي المابينج تيبل. اولا احنا لو عايزين نتكلم عن الري سويتشز وايه اللي قدامي في الاذر كومباتيتورز، تمام، في الاذر في البراندات التانية اللي موجودة في الماركت. دي كده السيريز اوف سويتشز بتاعتنا اللي موجودة، ودي الكي سبيكس بتاعتها او المواصفات الخاصة بعدد البورت اللي موجودة على كل سويتش من السويتشات. وطبعا السويتشات بتاعتنا بتشتغل بي يو اي بي يو اي بلس، يعني 15 او 30 واط على البورت الواحد. ايه بقى نقاط القوة اللي موجودة في السويتش ده، او ممكن نستفيد منه ازاي؟ بعيدا عن ان زي ما قلنا السويتش ده انا اقدر اضيفه على الكلاود بلاتفورم الخاص بشركة ريجي فور فري، مجانا، من غير ما مش محتاج تدفع اي اكسترا فيز او تدفع فلوس اضافية عشان تقدر تدير السويتش ده او تعمل عليه اعدادات عن بعد عن طريق الكلاود مجانا. اوكي. الضمان بتاع السويتشات دي 3 سنين، ضمان 3 سنوات. نقدر نتابع السويتش ونتحكم فيه من خلال تطبيق الموبايل من اي مكان في اي وقت. نقدر نتحكم في كل البورتس اللي موجودة على السويتش، كل المداخل او المنافذ الخاصة بالسويتش. اقدر اتحكم في كل منفذ على حدة، احدد السرعة بتاعته، اقفل عليها بي يو اي، تقفل البورت خالص، تشات داون البورت خالص. تقدر تعمل الكلام ده عن طريق التطبيق بمنتهى السهولة. لو في عندنا كاميرا او ان في ار واصل على السويتش، فالتوبولوجي اللي شفناه في الفيديو المرة اللي فاتت هيقول لي ان هنا واصل اي بي كاميرا على بورت رقم 3 على السويتش، او واصل ان في ار على بورت رقم 4 على السويتش. اذا السويتشات تقدر تستكشف ان اللي واصل على اي منفذ من المنافذ بتاعتها هو جهاز اي بي كاميرا او ان في ار، ويقول لك ان ده اي بي كاميرا او ان في ار. مش بس كده، لو الكاميرا دي حصل فيها اي مشكلة والصورة بتاعتها اختفت او بقت اوفلاين، فهو اوتوماتيك هيجيب لي رسالة تنبيهية. تمام، رسائل تنبيهية او مسج على المسج سنتر على تطبيق الموبايل ان الكاميرا اللي واصلة على البورت رقم 3 على السويتش اللي موديله اي اس 205 مثلا اوفلاين. طب هنعمل ايه في الحالة دي؟ بعد ما جات لي الرسالة هدخل على صفحة السويتش، اروح للبورت اللي واصلة عليها الكاميرا
وأعمل لها إعادة تشغيل بشكل منفصل. يعني إحنا مش محتاجين خالص إني أعيد تشغيل السويتش كله. أنا ممكن فقط أعيد تشغيل بورت واحدة على السويتش، أو أي بورت أنت محتاج إن أنت تعيد تشغيلها على السويتش. دي برضو واحدة من أهم النقط اللي بتفيد الشباب اللي شغالين في مجال الاي بي كاميرا. مش محتاج إنك تقوم تفصل الكابل بتاع الكاميرا وتوصله مرة تانية، أو حتى تفصل السويتش كله وتأثر على الأجهزة التانية اللي واصلة معانا على نفس السويتش. في عندنا كمان من خلال صفحة السويتش نقدر نتعرف على الباور بادجت اللي السويتش ده استهلكها، وقد إيه متبقي من الباور بادجت بتاعة السويتش. دي كده بعض السيلينج بوينت مش هتبان قوي إلا لما نشوفها بشكل عملي. فخلونا بقى دلوقتي نفتح الصفحة بتاعة الموبايل ونشوف التطبيق، وندخل على السويتش نفسه ونشوف الكلام ده هيشتغل ازاي. أنا هوقف بقى الشير هنا، وخلوني أفتح الموبايل سكرين start now. تمام. اوكي، زي ما احنا شايفين كده هنفتح التطبيق الخاص بري جي كلاود، اللي هو ده التطبيق الخاص بري جي كلاود. اوكي، فتعالوا نفتح التطبيق بالمنظر ده كده، وندخل على المشروع اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت، وكان اسمه ري جي باك باك. اوكي، ده المشروع بتاعنا ري جي باك باك. تعالوا نضغط على النتورك بتاعتنا. في حاجة مهمة قوي احنا ممكن نعملها. اولا انا ممكن اكسس واشتغل على الشبكة دي زي ما اتفقنا عن بعد، من غير اي اكسترا فيز او فلوس اضافيه. طيب لو انا عايزه اضمن حاجه زي كده ازاي؟ تعالوا نقفل الواي فاي ونطلع بس من الفور جي ونشتغل على الشبكه عن طريق الكلاود. طيب احنا كده قفلنا الواي فاي وطالعين بس من الفور جي. تعالوا بقى نضغط على، لو انتوا فاكرين، خليني اقعد البتاع ده بعيد كده شويه. لو انتوا فاكرين هنروح على التوبولوجي بتاعتنا اللي هي، هنضغط على التوبولوجي دي في كلير، هنضغط على التوبولوجي ونشوف الرسمة بتاعة الشبكة بتاعتنا. اوكي، احنا كده على المشروع وطالعين عن طريق الفور جي. يعني الخطوات اللي انا بعملها دي انا ممكن اعملها من اي مكان في اي وقت على الشبكة او على النتورك بتاعتي من خلال تطبيق الموبايل. نيجي على السويتش الاي اس 205 جي سي داش بي، هنضغط عليه كده، وبعد كده هقول له فيو مور، او اعرض المزيد للي بيستخدم التطبيق باللغة العربية. تمام. طيب هنيجي كده على صفحة السويتش. ايه هي المعلومات اللي ممكن انا احصل عليها من صفحة السويتش من خلال تطبيق الموبايل؟ بصوا كده من اول فوق. اولا نوع طبعا الجهاز السويتش، الجهاز اونلاين، الموديل بتاعنا 205 جي سي داش بي. خلينا نعمل كده كلير. الموديل بتاعي جي سي داش بي. الاي بي ادرس، المانجمنت اي بي ادرس الخاص بالسويتش، الماك ادرس، السيريال نمبر، الفيرموير او السوفت وير اللي موجود حاليا على السويتش. اقدر من هنا اريستارت السويتش كله لو عايزه اعيد تشغيل السويتش كله، او اشيل الجهاز ده من الشبكه بتاعتي. طيب ايه تاني ممكن نعمله؟ هتلاقي عندنا هنا الجزء الصفحة بتاعة السويتش مقسومة جزئين. الجزء الأولاني هو المونيتور، والجزء التاني هو الكونفيجريشن. طب مونيتور يعني أنا عايزة أراقب الترافيك أو أراقب الحركة مين كونكتد عندي على السويتش. فتعالوا كده نشوف من المونيتور احنا ممكن نتعرف على ايه. السويتش بتاعنا اي اس 205 جي سي داش بي، عليه 5 بورت، السرعة بتاعتهم 10 مية ألف. رقم 1 و2 لونهم جراي، يعني مفيش أي أجهزة متصلة عندي على البورتس دي. رقم 3 و4 وصل عليهم الأكسس بوينتس بتاعتنا. تمام. ورقم 5 هي البورت اللي طالعة على الجيت واي، فهنلاقي عليها علامة السهم الفوق، دي الأبلينك بورت اللي واصلة على الراوتر أو على الجيت واي. طيب ايه تاني؟ هنا جايب لي سرعة الأبلينك والداون لينك للأبلينك بورت. الحاجة التانية هي البي يو اي باور بادجت اللي موجود، اللي السويتش اوريدي استهلكها، ومتبقي قد ايه على السويتش. فهيقول لي يوز 7 واط ومتبقي معانا
46.9 واط على السويتش. طيب ايه كمان؟ يبقى احنا كده في الجزء الخاص بالمونيتور احنا عرفنا ايه البورتس اللي شغاله الاونلاين، البورت الاوفلاين، تمام، البورت الابلينك بتاعتي اللي واصله على الراوتر. طب لو نزلنا تحت كده شويه هتلاقي جايب لي تفاصيل كل بورت 1 2 3 4 5، السرعه الابلينك والداون لينك على كل بورت او كل منفذ من منافذ السويتش. وبعد كده جايب لنا البورت دي شغالة بي يو اي ولا نون بي يو اي ومستهلكة قد ايه هنا كده في التايب. لنفرض احنا كده خلاص عرفنا التفاصيل بتاعة البورس بتاعتنا. لو عايزين دلوقتي انتوا زي ما انتوا شايفين كده معانا العلامة الزرقاء دي بي يو اي ريستارت. فلو انا عندي كاميرا واصلة على بورت رقم 3، انا فقط كل اللي محتاجة اعمله ان انا اضغط على البي يو اي ريستارت. هضغط على رقم 3 هتبقى اوتوماتيك يقدر يعيد تشغيل الجهاز اللي واصل على البورت رقم 3 عن طريق ان هو بيفصل البي يو اي بتاعت البورت وبيوصلها مرة تانية، فكأنك عملت لها ريستارت. اوكي، يبقى من هنا احنا قدرنا نعرف البورتس اللي شغالة اللي مش شغالة، السرعة بتاعت الابلينك للابلينك بورت، سرعة الابلينك والداون لينك بورت. اقدر اعرف الجهاز ده استهلك قد ايه من الباور بادجت بتاعته ومتبقي قد ايه. طيب تعالوا بقى نشوف ازاي نعدل السرعة او نغير في سرعة البورت. لو جينا ضغطنا كده على السهم اللي موجود هنا ده، في سهم كده، خليني اكلير السهم ده. اوكي، دي بورت مش شغالة، خلينا ندخل على بورت شغالة. دي كده البورت رقم 3 اللي واصل عليها اكسس بوينت. فانا من هنا ممكن اقول له ايه نوع الجهاز اللي شغال على البورت دي، اكسس بوينت. اوكي، فهيحط لي علامة الاكسس بوينت على التوبولوجي على السويتش بره. بعد كده جايب لي تفاصيل البورت بي يو اي وشغاله 100 ميجا بت بير سكند، وجايب لي الترافيك البورت سبيد الابلينك والداون لينك بتاع البورت. اوكي، وبعد كده هنقول له ندخل بقى على الجزء بتاع البورت كونفيجريشن. البورت كونفيجريشن زي ما احنا شايفين هنا اقدر اقفل البي يو اي بتاعه البورت، اقدر اغير في الترانسميشن داتا او السرعه ترانسميشن والسرعه بتاعه كل بورت على حده. زي ما احنا شايفين اخليها اوتو 10 ميجا 10 100 فول دوبلكس هاف دوبلكس على حسب ما احنا عايزين نغير سرعه البورت دي. نقدر من هنا بمنتهى البساطه نغيرها بالشكل ده. كده على بورت رقم 3 هو اوتوماتيك حط لي ان هنا في دلوقتي بعد ما غيرناها حط لنا ان في هنا اكسس بوينت واصله على البورت دي كمان ظاهره هنا. اوكي، في بقى حاجة تانية لطيفة جدا ومهمة قوي للناس اللي بتشتغل في مجال الشبكات وتحافظ على ان الكاميرات بتاعتنا تفضل شغالة 24 ساعة من غير ما تفصل. في بعض الناس بتقابلهم مشكلة حدوث لوب او تكوين حلقة على السويتش. اللوب او بمنتهى البساطة خلينا نقولها كده اني بقفل دايرة مغلقة على السويتش. اللوب ممكن يحصل بكذا طريقة، سواء نفس الكابل وصلته على السويتش تمام، او نفس الكابل وصلته على السويتش، يعني جبت كابل من هنا وصلته البورت رقم 1 و2 ببعض، أو كان عندي سويتش تاني مثلا ووصلت كابلين ما بين سويتشين، أو عندي بريدج 2 وايرلس بريدج واصلين ببعض عن طريق الواي فاي وموصل الكابلين بتوع أوصل اللان نتورك بتاعة البريدج على نفس السويتش. ففي أكتر من واي ممكن تعمل معايا حلقة على السويتش. ايه مشاكل اللوب؟ اللوب بيؤدي ان انا فعليا النتورك بتاعتي كلها بتبقى داون، لان الترافيك بيفضل يلف جوه السويتش، الداتا بتفضل تلف جوه السويتش، لا في حاجه داخله ولا في حاجه خارجه، وده بيؤدي الى ان الكاميرات بتاعتي كلها بتبقى داون، مفيش اي حد بيقدر ياكسس النتورك. صعوبه حدوث اللوب او التكوين الحلقات دي في السويتش ان انا ما بعرفش اكتشفها بسهولة. لازم اروح للسويتش وافصل كل الكابلات وابدا اعيد توصيل الكابلات دي مرة تانية، او بيبقى في كونفيجريشن معينة اعملها على السويتشات بتاعتي عشان اضمن ان لو في لوب حصلت على النتورك اوتوماتيك السويتش يقفل بورت او منفذ من المنافذ اللي واصلة على السويتش. ريه عملت ايه عشان تحل الموضوع ده للسيستم انتجريتورز او للفنيين اللي مش عايزين يشغلوا بالهم خالص باي تكنيكال انفورميشن او اي معلومات فنيه او كونفيجريشن محتاجها عشان يحافظ على الشبكه بتاعته ويحافظ على ان الكاميرات تفضل شغاله 24 ساعه.
عملنا حاجة لطيفة قوي اسمها اللوب بريفنشن. تعالوا كده نضغط على السويتش تاني واروح على الكونفيجريشن، البورت بتاع الكونفيجريشن. هتلاقي فيه تحت حاجة اسمها لوب بريفنشن، واوتوماتيكلي على الاي اس 200 هي متفعلة بشكل مباشر. طب هل معنى كده ان انا لو جبت كابل دلوقتي ووصلته على السويتش مش هيحصل عندي مشكلة؟ تعالوا نشوف ونجرب سوا مع بعض ونعملها. راح نفتح بقى كده الكاميرا. اوكي، دي الباك باك بتاعتنا، النتورك او الشبكه بتاعتنا اللي اشتغلنا عليها المره اللي فاتت. وعندنا كابل اهو واصل على البورت رقم 2، وانا هوصل الطرف التاني بتاع الكابل بالبورت رقم 1. ايوه تمام. انا كده المفروض ان انا قفلت دايره مغلقه على السويتش، بورت رقم 1 واصله بالبورت رقم 2. المفروض لو انا مش ما عنديش اي فكره عن مشاكل اللوب في الشبكه وبشتغل على اي سويتشات تانية مش السويتش بتاع ريجي، المفروض ان الشبكه بتاعتي دي كلها انا مش هعرف اعمل لها اي اكسس، مش هعرف ادخل عليها. تعالوا كده نرجع للتطبيق ونشوف ايه اللي هيحصل على المشروع بتاعنا ريجي باك باك. بصوا كده، أول حاجة حصلت إن جات لي رسالة على المركز أو الرسائل التنبيهية اللي بتيجي على التطبيق. هنيجي نفتح كده الرسالة، هتلاقي سويتش لوب اوتوماتيك. اتبعتت لي رسالة إن في لوب حصلت على السويتش، وحصلت يوم كام، الساعة كام. تمام، حصلت على السويتش اللي موديله A 205 جي سي داش بي. واللوب حصلت على أنهي انترفيس؟ واوتوماتيك هنلاقي ان السويتش قفل بورت منهم وانا لسه عارفة ادخل على الشبكة. هنرجع كده ونروح على السويتش. تعالوا نشوف ايه اللي حصل على السويتش. view more. بصوا كده على بورت رقم 2 اوتوماتيك، على بورت رقم 2 عامل لي علامة لوب. ولو نزلنا تحت كده على البورت رقم 2 هتلاقي هنا كاتب لي كلمة لوب حصلت في النتورك بتاعتنا اهي. في هنا لوب وهو اوتوماتيك قفل البورت رقم 2. تمام كده. فاحنا اول حاجة جات لي رسالة تنبيهية. الحاجة التانية ان هو اوتوماتيك قفل البورت اللي حصل عليها اللوب دي وما اثرش على اداء الشبكة بتاعتي والشبكة فضلت شغالة. تعالوا كده نشيل الكابل ونشوف التأثير اللحظي حتى ايفن واحنا شغالين على الكلاود، ان السويتش اوتوماتيك بيقرا اي تعديل بيحصل في الشبكة. انا هشيل البورت رقم 1 وتعالوا نريفرش كده الصفحة بتاعة السويتش. رقم 1 و2 رجعوا زي الأول. تمام. دي كده المعلومات اللي ممكن إن احنا نستفيد بيها من السويتش. الكونفيجريشن اتكلمنا عن اللوب بريفنشن. في عندنا برضو خاصية لطيفة جدا جدا موجودة وموجودة بشكل مختلف الحقيقة على السويتشات الخاصة بريجي، وهي اللونج ديستانس ترانسميشن. دلوقتي السويتشات دي احنا زي ما اتفقنا هي كلاود مانجد، وفي نفس الوقت اقدر اوصل عليها كاميرا لمسافة 250 متر عن طريق كابل كات 5 اي او كات 6 زي ما انتم شايفين. بس اللي يفرق هنا عن الاذر براندز او عن المنتجات اللي موجودة في السوق، ان المنتجات اللي موجودة في السوق انت بتبقى محكوم باول 4 او اول 8 بورت. لا، هنا انا ممكن اختار اي بورت او بورت واحدة بس من السويتش تشتغل لونج ديستانس ترانسميشن. تمام. يعني انا هختار بس البورت رقم 1 وهقول له سيف. البورت دي هوصل عليها كاميرا تصل لمسافة بكابل نحاس عادي كات 5 اي او كات 6، وهيمشي معايا هيمد معايا كاميرا لمسافة 250 متر. ممكن ألغيها بعد كده وأرجع البورت لطبيعتها عشان أقدر أوصل عليها أي جهاز تاني غير الاي بي كاميرا بمنتهى السهولة. تمام كده. يبقى احنا كده النهارده كان كلامنا عن الاي اس 200 سيريز السويتشات بتاعتنا، وهي حاليا متوفره في الماركت، وايه هي المميزات اللي ممكن استفيد بيها